في إطار تتبعها لمشكل عائلة الصالحي هنا بمدينة السعيدية. أحفر بريس انتقلت اليوم هذا الصباح إلى مدينة السعيدية، ونحن هنا بمنزل الصالحي. أختي السلام عليكم. أختي، كان عندكم واحد المشكل، وهو عندكم مشكل ديال الإفراغ من المسكن الوظيفي اللي كانت دخلت معكم الوزارة ديال التجهيز والنقل وبغات تطردكم هذا المسكن. انت حسب المعلومات اللي عندنا ارمله ديال واحد المستخدم كان هنا اللي هو السي الصالحي محمد رحمه الله. اختي، كيفاش وقع لكم المشكل وكيفاش هاد الطرد اللي بغاو يطردكم بهذا المنزل؟ اول شيء حنا رحنا انت ترفعي شويه صوتك اختي. الراجل ديالي كان موظف معاهم وطلب على السكنه، كانت وجده وطلب على السكنه هنايا قال لهم عطاوني السكنه، عطاو له هنايا في السعيديه. واش مع ما اختي عطاو السكنه 1994 سكننا هنايا مده كانت مده شحال. ونهار اللي توفى الصالحي قالوا لي خصك تخرجي، وانا راه عندي 5 ديال الاولاد، عندي 3 ديال البنات و2 ولاد وكلهم جالسين. البنت الكبيره عندها 30 عام، الصغيره فيهم عندها 17 عام، حتى باش يقراو ما بقيتش باش غادي نكمل لهم قرايتهم، كلشي راه جالس، لا خدمه لا قرايه، كلشي جالس. شحال كتقاضي في الشهر بهذا المعاش ديال زوج انا مخلي لي في الصالير ديالي مخلي لي 1300 درهم. اش غدير لي؟ اش غتكري لي ولا توكل لي ولا تكسي لي ولا اش غدير لي؟ انا في هاد الساعه هادي راني مأزمه، ما نخلص لا كرا لا والو، راني مأزمه. ودروك راهم يقولوا لي خرجي، فين غادي نمشي؟ فين انا غادي نمشي؟ دوكا اختي، المشكل ديالك كيفاش وقع لك حتى انهم طلبوا منك؟ يعني كنا سمعنا انهم ان واحد الخدام عندكم هنا يمكن دار شي بلاغ ضدك. هما نهار الاول حكي لنا هاد القصه كثرات. هما نهار الاول صيفطوا لي غير افراغ، غير من الاداره صيفطوا لي افراغ، وانا كنت ديجا قبل هذا الافراغ كنت مشيت للرباط على اساس من توفى الراجل ديالي باش يعطيوني المعاش ديالي، باش يعطيوني بين مشيت دخلت للوزاره، دخلت عند الوزاره ديال التجهيز، دخلت عند المستشار بن خدام المستشار ديال الوزير هذا استقبلني. مشيت انا والبنت ديالي الصراحه ديالها، استقبلني وكل شيء، حكيت له لافير، قلت له ودي انا راه ما عنديش فين غادي نمشي، بغاو يخرجوني هذه ما عندي. قال لي ما كاش اللي غادي يخرجك، عطاني النيميرو التليفون، قال لي ها هو الا داروها شفويا هضري معايا، داروها كتابيا صوني لي، انا راني معاك، كاع ما تخافيش وما كاش اللي غادي يخرجك. وراه غادي يجي واحد المدير صاحبي سميتو سي القناندي، غادي يجي وانا غادي نهضر معاه، غادي يجي من كلاس يجي عندكم تما الوجده. وفعلا داكشي اللي كاين. المهم من صيفطوا لي داك الانذار صونيت له، من صونيت له قال لي راكم درتوا المشاكل. بحال هاد المشاكل اللي كيقبل واحد الولد كان هنايا جارديني صيفطوه باش يدير هاد الشكايه بانني كندير الدعاره هنايا باش نخرج بكل بساطه. يعني هما اختاروا هاد التهمه على حسب القول ديالك، انهم اختاروا هاد التهمه باش تكون واحد الذريعه كما نقولوا، ذريعه باش يخرجوك من هنا. نهار من مشيت انايا مشيت عند المدير التجهيز، مشيت انا والبنت ديالي قلت له دي زعما مشيت نستعطف، قلت له راه ما عنديش فين غادي نمشي وعندي غير البنات، وزعما راهم بناتكم هادو، راه باهم خدم معاكم شحال من سنه هادي، يعني وقفوا معانا. قال لي انا ماشي شغلي. وقلت له واش عندك الخبر على شنو دار لي امازيغ؟ راه ها شنو دار لي قال لي انا ماشي شغلي، وها هو عندي الدوبل، وبرا لي الدوبل، قال لي راه عندي شنو الدوبل اللي ورالك؟ الدوبل ديال الشكايه ديالها. الشكايه تقدري تورينا الشكايه هنا؟ عندك شي اوراق هنايا؟ قال لي ها هي عندي الدوبل. هذه الشكايه اللي كان دارها بك؟ هذه اللي دارها لي امازيغ. هذا المستخدم اللي كان هنا باش اتهمك بهذا الاخر؟ اتهمني بالدعاره، انني كنشرب مهم شي حوايج ما صالحينش، ما فيهم ما يتقال. المهم وليت مره اخرى وليت لعندو ثاني نستلطف به، ما داهاش فيا. نهار اللي يعني شديت البراءه ديالي ولقيت داكشي غير وشايه كاذبه، وشديت الحكم ديالي انا. نشوفوا النسخه ديال البراءه ديالك لاله. هذه البراءه ديال التهمه اللي وجهها لك السي امازيغ ياك؟ هذه البراءه ديال التهمه. نهار اللي مشيت لعند المدير القناندي وقلت له، مشيت لعندو قلت له ودي مشيت نستعطف به وقلت له ودي راه ما عندناش فين نمشي وهذه. قال لي انا براسك المهم خاصك تخرجي. قلت له واش عندك خبر عاوتاني شنو دار لي امازيغ؟ قال لي ماشي شغلي، بينك وبين البوليس ديالك انايا المهم تخرجي وصافي. من وريت له قلت له هذا واش عندك، ايوا تما اللي قال لي وجلسي نديروا طابله ونجلسوا نهضروا شوفوا شنو كاين. جلست انا والبنت ديالي
قال لي دروك عاد غادي نهضروا وهادي غادي نجي وندير لكم الحيط وندير لكم هذا شكون اللي قال لكم هذه الهضره؟ المدير الجهوي سي القناندي. قال لكم غادي نجيو وتفق لكم وتكونوا تبقاو جالسين هنا. باش نبقاو جالسين هنا. هذا بعد الحكم القضائي ياك لا؟ حكم. بعد الحكم القضائي اللي ديتيه ديال البراءه ديالك. صافي كي شاف هذا الشيء صافي تغير، ما نكذبش عليك، ولا بحال اخرى وقال لي صافي انا غادي نجي ندير لكم الحيط ندير لكم هذه. وفعلا وجا وعبر، جا هو ومهم الشتواني والحسن، المهم جاو شي 6 ولا 7 بهم. جاو عبروا فعلا وداروا داكشي اللي غادي يديروه. النهار اللي قربوا باش يبنيو الحيط عيط المدير الجهوي ولا ما عرفت ديال بركان، عيط الولد ديالي قال له راني سحقيتك. ملي مشى عنده قال له قول الوالده ديالك تسمح في الحق ديال الامازيغ نسمحوا لها حنا في الدار. شي راه ما يمكنش الدوله باش تخرج مراه بتهمه. يعني هما داروا لك هاد التهمه باش يخرجوك من المنزل. المهم امين انا ما قبلتش داك الطلب اللي قالوا، ناضوا دفعوها للمحكمه. يدفعوها للمحكمه ها رحنا حكمت عليكم المحكمه بالافراغ. ودوك في حاله ينفذوا عليك هذا الافراغ، عندك شي ملك، عندك شي منزل اخر، عندك شي عائله تقدر تمشي عندها؟ ما عندي حتى حاجه من غير سيدي ربي، ما عندي حتى حاجه. يعني انت اللي خرجوك منا رفقه الابناء ديالك غيكون تشرد. تشردوا هذه البنات غادي تشردوا، الا راهم باغيين البنات يتشردوا باغيين يمشيو للزنقه يباتوا في الزنقه، هذيك حاجه اخرى. ما وليتوش يعني ما حاولتوش انكم تتصلوا بالمدير الجهوي ديال مشينا كل مره كنمشيو عنده ويدخل عنده داك اللي تما سيكوريتي اللي تما كيدخل عنده يقول له راه جايه الزوجه ديال صالحي، ما يبغاش يستقبلني. ما كيستقبلكمش؟ ماشي مره ماشي زوج، مشيت انا والبنت ديالي، مشيت انا وولدي مرارا وتكرارا. هذا مسؤول تاع الوزاره ما كيستقبلش المواطن. هذا ما نعرفش السميه ديالو، المهم هذا اللي راه اليوم مشيت لعنده ما يبغوش يستقبلوني. ما يستقبلكش نهائيا. يبغيك يا يقول لك عنده اجتماع يا يقول لك هذه، المهم ما يبغاش يستقبلني. وهذاك الشيء اللي داروه قال لي القناندي، قال لي غادي ندير لكم الحيط وداروا كتابيا وراه يشهد عليها يوم القيامه، يشهد عليها الحسن الطالبي، هو اللي كان يكتب ها شنو غادي نديروا ها شنو غادي نديروا ها شنو غادي نديروا، هو اللي كان يكتب كل شيء كتبه. ومن بعد ضحكوا عليا المراه ضحكوا عليها رجال. واش يرضي الدوله ترضي هذا الشيء ديرها الدوله في ولادها، في ارمله، ماشي حتى راجل بحالها بحالهم. ودوك اختي بالنسبه للافراغ، اخر مره كانت يمكن يوم الاثنين، اخر مره ديال تنفيذ الافراغ ما نفذوش. يعني الافراغ فاش جاو ينفذوا كانت يوم الاثنين اللي فات، يعني يوم الاثنين ما نفذوش في هذا الافراغ. ما ولاش اتصلوا بكم، ما حاولوش انهم يهضروا معكم؟ ولمن غيتوجهي نداء ديالك كاخر كلمه اختي؟ اخر كلمه توجه هذا النداء هذا لسيدنا جلاله الملك. اخر نداء انا هو اللي بقى لي من هاد الدنيا كامله، هو اللي بقى لي درك نتوجه هاد النداء يشوف هاد الاولاد ديالو، هاد اليتامى ديالو اللي راه وصرتو غير البنات، كان غير كانوا ولاد يدبروا غير البنات. فين غادي نمشيو؟ فين غادي نمشيو؟ عندك 3 تاع البنات كلام؟ عندي 3 ديال البنات، الكبيره فيهم 30 عام، الصغيره فيهم عندها 17 عام، والولد عنده 20 عام وهو جالس حتى هو الخدمه لا والو. واخا اخر كلمه غادي تقولها في حق البوابه احفر بريس اختي، بالنسبه للجريده شنو غادي تقولي في حقها اخر كلمه؟ نشكرهم جزيل الشكر، وقفوا معايا الصراحه، ووقفوا معايا حتى انا السعيديه الله يرحم لهم الوالدين، ووقفوا معايا واحد الصحفي ديال احفر بريس وقف معايا حتى هو، الله يجازيه بخير والله يرحم لهم الوالدين. ونتمنى كاع واش غادي نقول لك، نتمنى تدعيو معايا وتكونوا معايا وصافي هادشي اللي كاين. حنا بدورنا ان شاء الله نوجهوا النداء ديالنا لجميع المسؤولين والسيد المدير الجهوي لوزاره التجهيز والنقل باش يشوف من الحاله ديال هذه العائله اللي تتكون من حوالي 6 ديال الافراد، والخروج ديالهم او طردهم هذا المنزل فغادي يكون بمثابه تشرد. فدائما نزيدوا نوجهوا النداء ديالنا اعاده النظر في الحكم اللي صدر ضد هذه العائله، ونتمنى ان شاء الله هذه العائله تبقى في هذا المنزل وفي فرصه اخرى ان شاء الله.